عليك نايضه روينه في الكومنت اتصلي بيا عافاك، سمعت الاوديو ما فهمت والو، ياك ما غلطت في شي معلومه، واش جرحت شي حد، واش خرجت على الرساله ديالي. اتصلت بها قالت لي لا، غير النظر اللي كنتي لابساهم في موضوع طريقتك في السوقان عنوان شخصيتك. الفيديو صورته وانا راجعه من بيسين وبقيت دايره نضاضري حيت مريحين بزاف، ولكن اللي صدمني ماشي نضاضر ما عجبوش الناس، اللي صدمني هو اننا شهرين كنهضروا على التربيه والمراهقه والعلاقات والصحه النفسيه ما داروش التفاعل. اما نضاضر داروا الاف التعليقات في الساعات الاولى وكثر من 100,000 مشاهده في وقت قصير بزاف. وهنا فهمت علاش بزاف ديال المؤثرين كيقلبوا على الصدمه وعلى البوز وعلى اي حاجه تجيب التفاعل. داكشي علاش ما تلوموهمش، حيت اللي كيعطي القيمه لاي محتوى ماشي صانع المحتوى، المشاهد. الا حنا كل مره وقفنا عند الباس ونضاضر والشكل والفضيحه وغفلنا الفكره، فحنا اللي علمنا المنصات شنو خاصها تنشر. انا من جهتي مسحت جميع التعليقات على نضاضر، حتى اللي مدحوهم، ماشي حيت ضايقت ولكن حيت ما بغيتش صفحتي تولي نقاش على شكلي. انا ما دخلتش للسوشيال ميديا باش الناس يشوفوني زوينه ولا خايبه، دخلت باش نقدم بطاقه تعريفيه ليا كاستشاريه نفسيه، باش اللي يجي عندي الاستشاره يكون عارف كيفاش كنفكر، شنو قيمي وشنو المرجعيه اللي كنخدم بها. قبل ما نسالي عندي سؤال لكم، الا غدا نزلت فيديو فيه فكره تغير حياه انسان وفيديو اخر عنوانه اجي نعاود لكم على ما داز عليا في حياتي، اش من واحد غادي توقفوا عنده اكثر؟ الجواب ديالكم هو اللي غيصنع السوشيال ميديا اللي كنعيشوا فيها اليوم.